عشان اهم حاجه تخلصوا وتجيبوا نتيجه. بقولوا ايه؟ ما تيجوا نعمل مشروع مثلا على الارض المسطحه. انا شفت فيديو ليه على تيك توك بجد يجنن وجايب فيو مثلا 1,000,000 مشاهده. ما تيجوا اوريكم كده. ايه رايكم بقى؟ الفيديو بجد جامد. يا جماعه ممكن تسمعوني؟ احنا ممكن نعمل المشروع بتاعنا عن الطاقه المتجدده. كمان المشروع مثبت جدا بالمصادر ومفيد جدا للبشريه. ايه رايك يا ساره؟ بصراحه يوستينا موضوع هادي قوي. انا مع مريم. يا سلام يا دكتوره يوستينا، محدش بيعمل اللي انت بتقوليه ده. كل الناس عايزه تثير الجدل تلفت الانتباه وبس. النهارده احنا في عالم الترند، عالم الريتش وبس. يا مريم بجد افهمي، اصلا الفيديو اللي انت وريتوني دوت بالاي اي. يا جماعه مش كل حاجه بتتعمل بالاي اي هنمشي وراها. طول عمرنا عارفين الارض كرويه الشكل. انت جبتي الكلام ده منين بس؟ هنا كلامك مش منطقي، محدش عارف ده ولا حد عايز يعرف ده. انا واثقه من رايي، واثقه من كلامي، مش عايزه منك حاجه. انت عايزه تعملي كده اعملي، انت براحتك. بجد غريبه. طب ممكن تثبتي لي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بجد انا مش مقتنعه ولا 1% حتى. حلوه قوي، جيتي لي في حتتي. دلوقتي احنا على الارض كرويه، احنا ازاي واقفين مستقيم وما بنقعش؟ يا مريم الارض كبيره جدا، عدد الدورات فيها ثابته، زي كده ما تركبي طياره مستقره، مش بتحسي بسرعتها. انت بجد غريبه يا يوستينا، بس براحتك، بس ما ترجعيش تندمي. ايه رايك يا ساره انت في الموضوع ده؟ خلاص يا جماعه براحتكم. ما يا شباب، عملنا مشروع هيكسر الدنيا. طب حلو خالص، اهم حاجه بس ان انتوا تبقوا متفقين. قدامكم اسبوعين على ما تحضروا المشروع. اتفقنا؟ ربنا معاكم وانا واثقه فيكم. يا رب. سلام يا دكتوره يوستينا. يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ ليه كده يا رب؟ ليه دايما لما صوت الحق بيكون واضح الناس ما بتسمعوش؟ يا ريت كان عندي آلة زمن ارجع بيها الايام كان فيها صوت الحق مسموع، حتى لو كان صعب. انا بجد مش عارفه اعمل ايه. يا يوستينا، يا يوستينا، ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ أنا جده تاريخ يا يوستينا. ازيك يا جد؟ هو أنت فاكرة يا يوستينا إن أنت الوحيدة اللي اتظلمتي في العالم ده؟ بص يا جد ما اعتقدش ان في حد مر بالموقف ده قبل كده. ليه؟ لا لا يا يوستينا، تعالي نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه. وملك رحبعام ابن سليمان عوض عنه، وأتى رحبعام وكل إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قسم لنا، فالآن خفف من عبودية أبيك القاسية ومن نير السبيل الذي جعل علينا فنخدمه. فقال لهم ارجعوا إلي بعد 3 أيام. فاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقومون أمام سليمان أبيه وهو حي، فكلموه قائلين إن كنت صالحا فهذا الشعب يكونون لك عبيدا كل الأيام. فترك مشورة الشيوخ واستشار الأحداث الذين نشأوا معه، فكلمهم الأحداث هكذا تقول للشعب الذين كلموه إن عنصري أخلص من بطن أبي، ولأن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالصيام وأما أنا فبالعقاب. فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم السادس، فأجابهم الملك وصاع وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي سفر نيره وأنا أزيد عليه. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع له جاوب الشعب الملك قائلين أي مثل لنا في داود كل واحد إلى خيمته يا إسرائيل. لا يا جد بالراحه كده واحده واحده، انا مش فاهمه اي حاجه من الكلام اللي اتقال ده. تعالى يا يوستينا وأنا فاهم. زمان كان في ملك حكيم جدا اسمه سليمان. كان ملك على مملكة بني إسرائيل اللي كانت عبارة عن 12 سبط. كان عنده خادم اسمه يربعام. في يوم جه النبي أخيرا يربعام وقطع هدومه ل 12 حتة واداله 10 قطع منهم وقال له أنت هتبقى ملك على 10 أسباط دول. ولما سليمان عرف حاول يقتله فهرب يربعام لأرض مصر. وبعد موت سليمان رجع يربعام لأرض إسرائيل وكان الملك وقتها هو رحبعام. أخذ يربعام مجموعة من الشعب وراحوا لرحبعام عشان يخفف عليهم الجزية. راح استشار الشيوخ عشان يشوف هيعمل ايه مع الشعب. قالوا له اسمع كلامهم وحبهم هيعيشوا تحت طوعك. وراح بعد كده سأل صحابه الشباب قالوا له لا، وريهم ان انت ملك اقوى من باباك، وريهم ان انت اقوى من اي حد. وبعد 3 ايام رجع يربعام ومعاه الشعب وراحوا لرحبعام. رد عليهم وقال لهم إن خنصري أغلس من مكني أبي، وأبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقاب. ورفض كل طلبات الشعب. خرج الشعب من عنده وعينوا يربعام ملك عليه، وكانوا بالظبط 10 أسباط.
وقعدوا في الشمال وبقت مملكة إسرائيل الشمالية. واتبقى سبطين بس مع رحبعام وهم اللي سكنوا في الجنوب وبقوا مملكة يهوذا. وبكده تكون اتحققت نبوة النبي أخيرا. كده يا جدو، يعني حتى زمان كان في ناس بتتجاهل الحق بسبب العناد أو ضغط المجموعة؟ بالظبط كده يا يوستينا، بس زي ما كان في ناس بتتجاهل الحق كان في ناس بتتمسك بيه. تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه. وملك الملك صدقيا ابن يوشيا ولم يسمع هو ولا عبيده ولا شعب الأرض بكلام الرب الذي تكلم به عن يد أرميا النبي. وأرسل الملك صدقيا إلى أرميا النبي قائلا: صلى لأجلنا إلى الرب إلهنا. وصارت كلمة الرب إلى أرميا النبي قائلا: يرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. فأمر الملك أن يضع أرميا في دار السجن. وقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل لأنه لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. وفي السنة 11 لصدقيا الملك أتى نبوخذ-نصر الملك بابل وكل جيشه إلى أورشليم. فلما رآهم صدقيا الملك وكل رجال الحرب هربوا وخرجوا ليلا من المدينة، فسعى جيش الكلدانيين وراءهم فأدركوا صدقيا فأخذوه وأصعدوه إلى نبوخذ-نصر ملك بابل. وقتل ملك بني صدقيا في رحلة أمام عينيه. وقتل ملك بابل كل أشراف يهوذا وأعمى عين صدقيا وقيده بالسلاسل. أما بيت الملك وبيوت الشعب فأحرقها بالنار ونقضوا أسوار أورشليم وبقية الشعب بالسبانة. وأوصى نبوخذ-نصر الملك بابل على أرميا وزردان رئيس الشرطة قائلا: خذ وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديا بل كما يكلمك هكذا يفعل. ممكن تفهمني كده بالراحة؟ تعالى يا يوستينا وأنا أفهمك. زمان كان في نبي صادق وأمين اسمه أرميا، ربنا اختاره عشان يوصل كلامه للشعب. وفي يوم ربنا طلب من أرميا يكتب رسالة تحذير ويبعتها للملك. كان الملك وقتها يهوياقيم. فأرميا ملى باروخ الرسالة وبعتوها ليهوياقيم. ولما قراها غضب جدا يهوياقيم وقطعها بالسكينة ورماها في النار. ربنا طلب من أرميا إنه يكتب رسالة تانية لكن يزود عليها إن يهوياقيم هيتعاقب، وفعلا حصل كده. بعديها بفترة جه ملك اسمه صدقيا. كان ملك بيسمع كلام الشعب كتير لأنه كان بيخاف منه. في يوم حصل حصار من بابل على المدينة وفضل لمدة 2 حصلت مجاعة كبيرة في المدينة وما بقاش صدقيا عارف يعمل ايه. راح استشار أرميا، فأرميا قال له ما تخشش حرب مع بابل لو انت خايف على روحك وعلى حياة شعبك. وفي نفس الوقت كان في الفترة دي في أنبياء كذبة نشروا ما بين الشعب إن الحرب دي هم اللي هيكسبوها وإن الحرب دي ليهم مش عليهم. وفعلا سمعوا كلام الأنبياء الكذبة. كلامه يا جدو، يعني هو قرر يسمع كلام الأنبياء الكذبة وما يسمعش كلام أرميا؟ بالظبط كده يا يوستينا. وراحوا رموا أرميا في السجن ورموه في البير واتهان واتعذب. وفعلا دخلوا في حرب مع بابل وفعلا خسروا والمدينة اتدمرت وكل حاجة اتكسرت والهيكل اتدمر. وجي قائد شرطة بابل حاول يضم أرميا إنه يعيش معاه لكن أرميا رفض، وبكده تكون اتحققت النبوءة. يا جدو، ما أنا كده فهمت. يعني ساعات الحق بيكون وحيد لكن هو اللي بيعيش في الآخر؟ بالظبط كده يا يوستينا، زي ما في رهب عام في أرميا، انتوا تختاروا مين؟